تسريبات من كاميرات المراقبة وأول ظهور لمرتكب حادث مدينتي. فجعة أسرية شهدتها منطقة التجمع الأول تحديدا في منطقة مدينتي، نتج عنها مصرع أم وطبيبة صيدلانية اسمها بسمة حسنين وإصابة أولادها الثلاثة إصابات خطيرة. الدكتور زكي حمدان زوجها كمان بيقال إنه اتصاب بس إصابته بسيطة والحمد لله. طبعا كلنا عارفين القصة، واللي مش عارفها سريعا خليني أحكيها لك. طبيبة صيدلانية اسمها بسمة حسنين متجوزة دكتور بيطري شغال في شركة أدوية في الكويت، ونازلين مصر أجازة في العيد الكبير عشان يعيدوا مع أهلهم. ابنهم الكبير كان بيلعب بسكوتر قدام البيت، ولسوء الحظ انه خربش عربيه جارهم. اللي حصل واللي اتروى على لسان الشهود ولسان محامي الاسره منصور حميد ان الطفل راح وقال لباباه انه خربش عربيه جارهم، وباباه زي اي اب محترم خد الولد من ايديه وراح يرن جرس بيت جارهم علشان يعتذر له ويشوف ايه اللي يرضيه، سواء بقى يصلح له العربيه او ايا كان اللي الجار هيطلبه. المجني عليها كان راكب سكوتر خربش عربيه واقفه، خربوش صغير كده ما تقراش الصمت، فراح قال لوالده ان انا خربشت عربيه. والده عشان راجل محترم نازل يدور على صاحب العربيه عشان يقول له ان ابني خربش العربيه، انا مستعد ان انا اصلحها لك او اشوف اللي انت عايزه. رد فعل الجار كان عنيف جدا، خبط ابو الطفل والاولاد وكمان داس الزوجه مرتين. الشهود أكدوا الكلام ده، والمحامي منصور حميد قال الكلام ده وأكده هو كمان في المحضر الرسمي. الدنيا سايرة ومقلوبة على السوشيال ميديا بسبب الأخبار اللي بتفيد بأن البلاغ المعمول بيقول إن الموضوع مجرد حادث مروري في منطقة التجمع الأول. الكلام ده غير صحيح بالمرة، وبأكد تاني إن موقع صحيح مصر عمل لقاء مع دكتور زكي حمدان زوج الضحية ووالد الأطفال المصابين، واللي أكد إن ما كانش فيه أي عداوة أو معرفة سابقة بالمتهم، وإن الجاني مش ضابط شرطة زي ما وزارة الداخلية سبقت ووضحت في بيان رسمي، وان المتهم بيشتغل نقيب طبيب في القوات المسلحة، وانه سلم نفسه واعترف بجريمته وقال انه مش عارف هو عمل كده ازاي وطلب ان هم يعدموه. الصحفي لؤي الخطيب نزل الصورة دي وبيقول انها صورة المتهم، وكمل لؤي وقال ان المتهم متحفظ عليه في النيابة العسكرية وانه متوجه ليه تهمة القتل العمدي، يعني غالبا ممكن يتحال لفضيلة المفتي ويتم اعدامه. بعض المواقع والاشخاص شككوا في الصورة اللي نزلها الصحفي اللي اسمه لؤي، وادعوا ان الصورة غير صحيحة وانها شبيهة بصورة لمتهم تاني في واقعة تانية.